السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كورة أونلاين. النهاردة يا جماعة بعد فوز الأهلي في غليان في كل حتة، الغندور شادي عيسى وهنا وهنا، في إيه بالظبط؟ والبيان بتاع النادي الإسماعيلي هو في إيه؟ شادي عيسى بيقول لك حكام الفار مصرين إن الإسماعيلي يهبط. هما مش قرايب على فكرة ولا متغاظين منهم ولا أي حاجة، يعني عشان خاطر إن هما يفتروا عليهم. انت اللي بطل يفتري على الناس. خالد الغندور اللي بيبث فتنة في كل حتة، وطالع في كذا برنامج، طالع يقول الدوري سطلانة والفار سطلانة. هنستنى ايه تاني؟ الاعلام هيستنى، المجلس الاعلى للاعلام هيستنى ايه تاني؟ كاتب كده على صفحته، وده يعني اعلامي في نادي في قناة كبيرة اسمها الزمالك المفروض. وبيان نادي الزمالك وبيان نادي الاسماعيلي. تعال نسمع بيان نادي الاسماعيلي بيقول ايه عشان النظر. بيان عاجل: في دوما انتهت عليه مباراة الاهلي والاسماعيلي المؤجلة من الاسبوع الثامن عشر وما شابه من قرارات تحكيمية اثار جدلا كبيرا في الوسط الرياضي. فقد قرر مسؤولي الاسماعيلي التقدم باحتجاج رسمي شديد اللهجة ضد طاقم الحكام. يا نهار ابيض، يعني هيعملوا شكوى ضد الحكام. كما يطالب النادي الاسماعيلي بضروره اجراء تحقيق عاجل مع طاقم التحكيم بسبب الاخطاء ايه؟ وبيان ايه اللي انت بتقوله؟ ليه كل ده؟ ما احنا شفنا الدنيا حصل فيها ايه. كان بعينينا وغير كده اللاعب طلع اعترف. تعالى يا جماعه نسمع نشوف في فيديو لكريم حسن شحاته ماشي بيقول ايه عن اعتراف اللعيب. قلت لك ايه رايك؟ قلت لك جول، قلت لك انا شايفها كوره ما جاتش يعني اساسا ده رايي، يعني راينا اساسا كان مخالف لكده تمام. اللي حصل ايه؟ انا قلت جول، بس لما شفت الانطباعات ورد الفعل بتاع محمد حسن بعد الجول مش واخدين بالنا منها. انا خدت بالي يعني ما خدتش بالي منها. وان الشناوي حارس الاهلي قال ان الكوره في الايد كده بيبص الحكم، فقلت يبقى فيها شك بس نشوفها في التلفزيون. انا ما كانش عندي الشك ده يعني. انا كان انت كنت قايل لك نزل عليها يعني هم كانوا قايلين جول. النهارده الكوره كده، فاحنا واحنا قبل الهوا قلنا نتكلم، قلنا نجيب حكم لو تفتكر، ولا نجيب كابتن ياسر، وفعلا دخل كابتن ياسر. الراجل حتى كان ماشي في اتجاه ايه؟ الكوره جول. برضه انت قلت على الهوا هتقول لي محمد حسن او محمد حسن اللي هيحسمها. تمام صح. ففكرت فيها فعلا عندك حق، محمد حسن هو اكتر واحد هيقول لك الكوره دي كده او لا، هو في ايده ولا لا. فتمام، فتوصل. محمد حسن ده صديق قديم جدا من ايام الاهلي، فهو محمد حسن صديقي علاقه قويه جدا. كنت زميل انا وزميل احمد عصام، وكان ناشئ الاهلي زمان، وراح وادي دجله وراح البلديه انا فاكر، وراح هو من ايامه هو سيراميكا. محمد حسن هو ناشئ تاخد بيه علاقه قويه، وراجل طبعا ده كلمته حتى من تليفون زميلنا احمد عصام، كلمه بالتليفون، رد عليه قال له طب خد ايه معاك محمد عراقي. قال له ايه؟ سلمت عليه وكده انجز. قبل المداخله مع كابتن كريم قال لي انت عارف طبعا الوضع في الاسماعيلي ممنوع. لا الوضع في الاسماعيلي والفرقه وكده يا عم انجز. حتى قال كان ايه؟ مستاء من قصه الهجوم الجماهيري اللي من غير مبرر، هو من وجهه نظره يعني. وبتاع. المهم اتكلمنا في الجزء ده شويه. طب الكوره ايه؟ قال لي بص بصراحه الكوره جت في جنبي، بعد كده جت في ايدي بس. احنا مش عايزين اكتر من كده. كرة جت في جنبه وبعد كده جت في ايده. مين اللي بيقول؟ اللاعب بيقول لصاحبه وقال له قول على الهوا. يعني مفيش اكتر من كده صراحة. هنطلع بقى ببرامج تانية ونقول اصل الكاميرا جايباها مش عارفه ايه، والكاميرا جايبه. طب ما الكاميرا جايباها من هنا مش جايه في ايده، والكاميرا جايه من ناحيه اللي هي لامسه ايده، واحنا شايفين وهي ايده بتطير. يعني احنا شايفين اول ما الكوره لمست ايده يعني في رد فعل من ايده. حتى في رد فعل من اللعيبه في الملعب نفسهم ان هم ما فرحوش بالجول، حتى اللاعب ما فرحش. وبيان طويل عريض عشان خاطر كوره جون ومش جون والكلام ده. اللاعب بنفسه طلع اعترف ان الكوره جت في ايده عشان نقفل الباب ده خالص. انا ما اعرفش انت الاسماعيلي جاي فوق يعني في الماتش ده في كل حاجه وبيان وحكام. هو كده مع يعني اول ما بيجي ماتش الاهلي بيحصل الكلام ده. اوكي احنا معاك، مش احنا كسبنا، احنا معاك. تعال نشوف بقى. بيقول لك امام عاشور
راح الاهلي. امام عاشور راح الاهلي وحصل له كوبري، الكوبري ب 300,000 دولار. طب يعني حد يعقل الكلام ده؟ تعال نسمع. انت يا استاذ شباب بس خلي بالك نرجع بقى ونقول انت يا استاذ ايوه من قد ايه بقى نرجع ونقول يا استاذ محمد ايه حبك مرسوم على جديد. بس ان احنا كنا نقول ان هو ده مجرد النادي ده مثلا ده مجرد كوبري لعوده مثل نادي عاشور. كوبري. تم التشكيك في الكلام ده برضه. لا يعني هو فعلا كده كان عاشور. انا لما وفقا قلت لما سمعته من لا، كلام انا حضرتك لما قلت قبل ما ادخل لا، انا هو قلت مثل ده التساؤلات اللي انت طرحتها ما انا بقول تؤكد انه كان دي نظريه الاحتمالات وربط الاحداث. الراجل بيقول ربط الاحداث ان هو بس أنا ما متوقع أقدرش ان أقول امام عاشور يروح لما الاهلي، قلنا في شهر 3 اما انه يحصل كوبري كان عندنا خبر بفلوس. كنا متاكدين. يعني انا عايز افهم، هو النادي الاهلي ده النادي التاني ده قريبه ولا يعرفه ولا ابن خاله؟ بعد اخر الواقعه الماني بيتكلم، الماني بيتكلم. 3 مليون دولار يا بليل. ما حصلتش قبل كده 3 مليون انت دولار راجل لسه 3 مليون دولار. وانت انا كنت بقول لك 300,000، 3 مليون دولار. الراجل بيتكلم في 3 مليون دولار، كوبري ب 3 مليون دولار. اذا كان المستمع مجنون، اذا كان بيتكلم مجنون، المستمع عاقل. طب تعال نشوف بقى خالد الغندور بيتكلم بقى عن الاهلي وبيراميدز، وبيقول لك البيراميدز ده القطب الثالث او الهرم الثالث. طب نسمع خالد الغندور بيقول ايه ونرد عليه. طبعا الحاج عامر حسين حبيبي وكل حاجه، حبيبه الحاج عامر حسين بسم الله ما شاء الله، دايما بيراميدز كده بسم الله ما شاء الله. بيراميدز كسب الاهلي السنه اللي قبل اللي فاتت تمام. وطلع النادي الاهلي، وبعد كده هو اتفرج على الماتش الاول اللي هو البيراميدز لما كسبنا في الماتش ده، هو اتفرج عليه؟ طب نكمل. بسم الله ما شاء الله القرعه خلت بيراميدز معانا للسنه الثانيه على التوالي. بيراميدز هو بيقول يعتبر هو القرعه، خلاص الهرم الثالث في الكوره دلوقتي لو احنا بنتكلم منطق. بيقول لك القرعه، القرعه يعني بيقول لك القرعه. ماشي، خلينا بس ايه مع الكلام معاه. الصراحه يعني وهتكلم على موضوع الاسماعيلي وكده، بس الهرم الثالث في الكوره هو النادي هو نادي بيراميدز دلوقتي السنين دي. فبيراميدز معانا السنه اللي فاتت يمكن احنا كنا كسبانين 1-0 وهم تعادلوا بيقول لك هما كانوا كسبانين 1-0 وهم تعادلوا. طب ما قالكش بقى هما تعادلوا وهم ناقصين واحد؟ يعني بيراميدز كان 10 تنفار، 10 لعيبه، وهم كانوا كاملين، وبيراميدز تعادل معاهم ووصلوا ضربات الجزاء وكسبوهم، وبيقول لك القرعه. طب لما هي القرعه ما هو هيقول لك من ساعه ما الاهلي خسر منه من السنه اللي قبل اللي فاتت من سنتين ما حطهمش الاهلي تاني معاه. طب ما انت لسه بتقول القرعه، يبقى هو احنا اللي بنحط ولا الاتحاد اللي بيحط ولا مين اللي بيحط بالظبط؟ دي قرعه، هو نصيبك كده جه مع بيراميدز ولا انت خايف منه؟ احنا على فكره لسه كاسبينه 3 مرات ورا بعض، يعني لسه واخدين منه كاس سوبر اللي انت خفت تروح. احنا رحنا واخدينه منه كاس السوبر، خدناه منه. فنشوف بيسمع بيقول ايه. ضربات جزاء وخرجونا. السنه دي معانا برضو، السنه دي معاهم برضو. السنه دي احنا هنتقابل مع بيراميدز في الدور قبل النهائي خلاص. طرفي الدور قبل النهائي الزمالك وبيراميدز. تمام. الزمالك حتى في الدور 32 لاعب اقوى فريق من دوري الدرجه الاولى، اقوى فريق بلا منافس بروكسي. مهم يعني، فالمهم بسم الله ما شاء الله لاعب بروكسي اقوى فريق بتاع ملاكمه بروكسي، اي كلام بيتقال. القرعه كده يعني حظها كده ساعه كده. ما بيراميدز خرج الاهلي ما بيقعش معاه في الكاس اهو من ساعه ما خرج وبسم الله الاهلي ما ما شاء وقعش. الله احنا لعبنا. طب ما هي قرعه يا ابني. بعد كده لعبنا فاركو فرقه مقدمه موسم عالمي، ولعبنا المقاولين فرقه مقدمه موسم رائع، وهنلاعب بيراميدز بسم الله النادي الاهلي بسم الله. مقاولين اللي هو لسه كسبانهم 6-1، يعني كسبوا 6-1 هيحفلوا؟ لا ده اتحفل عليهم عشان كسبوا 6-1. يعني هم نحس حتى لما بيكسبوا نتيجه كبيره هم نحس. بسم الله ما شاء الله بقى عنده صعوبات جامه. عنده صعوبات الراجل لاعب السويس
فلعب معاه في دور 32 وكسبوا بالعافيه 1-0. النهارده هيلاعب الداخليه، وهيلاعب الداخليه يوم 30. انا عايز افهم حاجه. احنا تشوف حد بيطلع يعني يشوف انت لعبتوا مين واحنا لعبنا مين؟ هي بتيجي كده. ما احنا ممكن برضو نقع مع فرق. احنا اساسا لعبنا كام ماتش السنه دي وانتوا لعبتوا قد ايه؟ احنا لعبنا كام بطوله؟ داخلين في كام بطوله؟ انتوا داخلين في الدوري بس على فكره. انتوا طلعتوا من الكاس اللي فات اللي كان بيتلعب السنه دي، وطلعتوا من السوبر وما رحتوش السوبر، يعني ما لعبتوش في اي. حتى طلعتوا من مجموعات من دوري من دوري ابطال افريقيا في من المجموعات ما كملتوش. وبيراميدز الهرم الثالث، لا ده الهرم الثاني دلوقتي بيراميدز. يعني بيراميدز الهرم الثاني، ان هو وصل نهائي افريقيا اللي هي الكونفدراليه، وصل النهائي وواخد تاني دوري السنه دي، يعني عامل ارقام عنك. فهو يعتبر الهرم التاني اللي هو بياخد منك كل حاجه، بيسرسب منك. هو كان عايز ياخد من الاهلي، يعني هو كان جاي حاطط على الاهلي مش عارف، لا عظمه ناشفه، معرفش يعمل حاجه مع الاهلي. احلف ورجع تاني. طب لما لف ورجع تاني قال لك مين؟ الزمالك. ابتدى مين؟ الزمالك ابتدى ياخد منه دلوقتي لعيبه. ومرتضى طلع يقول لك اسامه نبيه مش مشكله، عادي. اسامه فاروق جعفر مش مشكله، عادي. بن شرقي مش هيجيلك. فالدنيا انا ما اعرفش، اول ما الاهلي ما بيكسب الاسماعيلي الدنيا بتقوم وما بتقعدش. وانا عايز افهم حاجه، باهر ده ولا هو عمل لك ايه محمد هاني عشان تخبطه في وشه ولا الكلام ده؟ الراجل بيقول لك ما الجمهور بتاعك برضو بيشتي واحنا ساكتين. وانتوا مالكم مال الجماهير؟ خليك في الملعب. انت جاي تفوق دلوقتي؟ لما خلاص هتهبط. ومين هيخليك تهبط؟ انت لسه قدامك الاتحاد هناك والداخليه. فمبروك للنادي الاهلي الفوز، وان شاء الله نحتفل احتفال كبير في يوم ماتش الزمالك. هنحتفل ان شاء الله بالدوري، هنكسب الاتحاد ان شاء الله، بعد كده يبقى ماتش الزمالك. هنحتفل ان شاء الله بالدوري، ونحتفل بالكاس، ونحتفل بالسوبر. هتبقى احتفاليه كبيره. ومبروك لأهلي، ومتنساش معانا اللايك والاشتراك. سلام.